الله الرحمن الرحيم. تحية مصرية طيبة لكل جماهير نادي السويحلي بمدينة مصراتة ولكل متابعين الشأن الرياضي بمدينة مصراتة. أولا نحب نبارك لكل جمهور نادي السويحلي وإدارة نادي السويحلي بمناسبة الفوز في أولى جولات السداسي. الحمد لله، يعني 3 نقاط مهمة جدا كانت أمام معنا الغريم التقليدي نادي الاتحاد المصراتي وديربي مدينة مصراتة. 3 نقاط كانت صعبة، مباراة كانت صعبة معقدة، التفاصيل صغيرة. الحمد لله اللي وفقنا الله عز وجل وتمكنا من ظفر 3 نقاط. مباريات السداسي كان النهائيات، يعني المهم جدا انك انت تظفر بالنقاط بعيد عن الاداء وبعيد على الامور الاخرى. ثانيا نحب نطمن جمهور نادي السويحلي واداره نادي السويحلي ان الفريق عاقد كل العزم وفي قمه التركيز لباقي جولات السداسي. حاليا نسينا المباراه الاولى، نسينا اول جولات السداسي، ونفكر في مباراه الاولمبي يوم الاحد القادم. ان شاء الله نكون الفريق في قمه الجاهزيه من الناحيه الفنيه والناحيه الذهنيه والناحيه البدنيه، خاصه ان السداسي معناها باش يكون كل 3 ايام مباراه، يعني يكون ضغط مباريات كبير، راح يكون فيه معناها ضغط بدني على اللاعبين وايضا ذهني. نحاول نجهزوا اللاعبين يكونوا في اقصى درجات التركيز في المباراه الجايه. حاليا يعني عندنا 4 نهائيات، كل نهائي يلعب لحده للوصول للهدف المنشود ان شاء الله، ونفرحوا جمهور نادي السويحلي. بالنسبه للفريق يعتبر مكتمل الصفوف، رجوع اغلب الاصابات، بعض الاصابات يعني دخلت في الفريق وبدات تقدم الاضافه، والبعض الاخر قاعد يرجع بالتدريج لياخذ مكانه معناها ويساعد زملائه في باقي المباريات. ان شاء الله ما يسعدنا جمهور نادي السويحلي، ان شاء الله راهو الفريق والطاقم الفني والاداري والطبي قاعد يقوم بعمل جبار. راح نوعدوكم راح نقدموا كل ما نملكه لساعدكم، نحاولوا نحصد نقاط كل مباراة على حدة، نحاول نتعامل كل مباراة على حدة كالنهائي، نحاول نوصلوا لأعلى درجات الاستعداد لباقي الجولات باش نفرحوا الناس ونفرحوا الإدارة ونفرحوا الجمهور، ونحاول ننافسوا على البطولة لآخر رمق إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، وإن شاء الله القادم أفضل دائما السويحلي إن شاء الله.